السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة طالعة معاكم كده اوريكم منتج. الناس كتير جدا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بيعملوا بيه حاجات كده بيشكروا فيه. فتعالوا نتعرف على المنتج ايه وجايبة ايه. بصوا، انا اولا كل اللي بيعمل عليه اعلان على الفيسبوك اطلبه ومحدش بيرد. انا مش عارفه هم عاملين ليه دعايه ما دام ما بيردوش على الناس. ده اولا. ثانيا اجي اخش اطلب ويقولوا لي السعر والدنيا تمام. اعمل الاوردر برضو ما فيش استجابه. فقلت على ايه المرار ده كله ما دام ان هو المنتج معروف او ان هو بقى يعني معروف او بقى علامه. المنتج ده ايه؟ المنتج دوت مذيب للدهون. هتشوفوه دلوقتي. انا ولا عامله له دعايه ولا الكلام ده كله. انتوا عارفين ان لسه قناتي صغيره، ما ماليش في الكلام الفارغ ده. فانا حبيت ان انا بس اخوض الخطوه دي، اخدها معاكم يعني ونشوف الدنيا فيها ايه. والله الدنيا تمام. مفيش مانع ان احنا نفضل نشكر في المنتج عشان كل حاجه نديها حقها. فعشان كل حاجه نديها حقها. والله طلع المنتج كويس، نفضل ان احنا نشكر فيه من هنا للسنه الجايه. مش المنتج مش كويس، هنشوف كل القنوات الصفحات اللي عامله عليه اعلان. بصراحه هخش واقول ان هو المنتج كذب. فهنشوف الدنيا فيها ايه. انا اول مره ان انا بستعمل اسمه ايه، بلاور، واستخدمت سيترس، واستخدمت الحاجات دي كلها اللي هي ايه، المنتجات مذيب للدهون وحاجات سايبه والكلام ده كله. فانا عندي البوتاجاز ازاز ماشي، بس هي العيون نفسها هي اللي صعبه جدا جدا جدا. يعني انا عن نفسي لو انا نازله اشتري بوتاجاز دلوقتي، لا مش هشتريه بجد. متعب جدا في تنظيفه. يبان ان هو عشان ازازه مش عارف ايه، بس العيون والحوامل بتاعته لا بتاخد وقت وجبار بصراحه في التنظيف. فانا قلت ان انا اجيب من على موقع نون. لقيته بصراحة وأرخص من موقع أمازون بحوالي. هو على أمازون ب110، غير طبعا التوصيل. على نون ب92 جنيه، ده غير برضو التوصيل. بالتوصيل عمل حوالي الأوردر 125 في الحدود دي. أنا جبته وهفتحه معاكم دلوقتي طبعا. أهو بالعنوان وكل حاجة مكتوبة هنا، بس طبعا مش هقدر إن أنا إيه أوريه لكم. اسم جوزي بس اللي مكتوب إيه على البتاع. ماشي تمام كده. فانا هوريه لكم بقى كده. لسه التغليف لسه مقفول زي ما هو. فانا هفتحه معاكم وهنشوف ايه الدنيا فيها ايه. اولا التغليف والدنيا معاهم تمام، والدنيا معاهم تمام بصراحه. انا مش اول مره اتعامل مع نون، جبت منه صبغه شعر قبل كده وحاجات. بصوا اولا كده التغليف برضو من جوه تحفه 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 يعني، غير الكيس. بصوا مغلفينه عاملين ازاي. الورق اللي هو الكيس اللي هي بالطرقع دي، وكيس تاني وحاجات كده كتير. فانا هفك المعركه دي كلها وارجع لكم اوريكم المنتج من جوه. حبايبي فتحت بقى الاكياس بتاعته كده. بصوا اولا التغليف بتاعه جميل جدا على فكره. بما ان هو حاجه زي كده لو وقعت لا قدر الله على ايد المندوب ولا حاجه برضو بتبقى متعبه، مش هينه. فهو التغليف بتاعهم حلو. ده اولا. ثانيا بصوا هما بيقول لك تاتش مذيب للدهون البوتاجازات والافران. تمام كده. ونيجي هنا بص بيقول لي هنا في تعليمات برضو ان احنا نمشي عليها. ان الطاسات هنا يجب تسخين الطاسه جيدا، ثم ارش عليها مباشر بالكميه المتوفره على منطقه الدهون. بصوا ان اهم حاجه ان احنا الحاجه تبقى قبل ما نرش عليها المنتج دوت تبقى سخنه. اذا كانت العيون البوتاجاز، اذا كانت الفرن، اذا كانت الطاسات. هو حلو جدا ان هو ايه للاستخدامات كتير. له الشفاطات هنا للطاسات. اهم حاجه برضو الطاسات، انتوا عارفين لما بنقلي عليها مره واتنين بتبقى ان هي رخمه جدا في تنظيفها. فهي حلوه قوي للطاسات. كنت ان انا والله كنت خايفه منه جدا. وبيقول لي هنا طريقه الاستخدام. لا المنتج يعني على التعليمات والكلام ده كله حلو. زي ما قلت لكم لو ان هو وحش بصراحه هكدب اي حد بيعمل عليه اعلانات بامانه، علشان حرام ان الناس بتدفع. على فكره دوت بصوا مكتوب عليه الاصلي هنا. معرفش في معنى كده ان هو في مضروب منه ولا لا. وحتى عاملين رسمه الافران والبوتاجازات والكلام ده كله. فاحنا هنجربه. والله انا هروح اسخن دلوقتي الطاسه. بصوا انا الدنيا قلباها علشان المنتج ده.
قلبة الدنيا. المطبخ طبعا عايزه يتنضف وتفور البوتاجاز كله من فوق وتحت. والطاسه بتاعت القليه اللي هي من ساعه ما اتجوزت بقى لي فيها منضفه طبعا من جوه بس بره بصراحه حرقت قبل كده معايا حريقه جامده في المطبخ. ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ اولادكم. فكان الحوار عندي صعب جدا، ان هي الطاسه كانت غاليه جدا وماركه معروفه ايطالي، فما استحرمت ان انا ارميها بصراحه. دي ما اتجرحتش تجريحه من جوه مع انه بكحت فيها وبيطلع عينيها، بس بصراحه يعني انا عندي يعني ايه امل في ربنا، ثم ده زي ما بيعملوا عليه دعايه ان هو يطلع لي كميه الدهون الغزيره اللي بتبقى بره على الطاسه. والله هسخنها، ولو كده هرجع لكم تاني في الفيديو اقول لكم ان المنتج تجيبوه 100 ومش خساره فيه ال 125 بمصاريف الشحن. فهقول لكم بصراحه حتى لو كان ب 150 جنيه كمان هاتوه، غير كده لا. ما يعني هكدب على اي حد بصراحه يعمل عليه اعلان. فتعالوا مع بعض كده على البوتاجاز نسخن الطاسه ونشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي بصوا، هو شكل المنتج كده يعني ايه مش عارفه مش حلو، انا معايا مش حلو. بصوا اولا الطاسه دي معايا بقالها 11 سنه تمام كده. هي اولا بصوا هي تيفال من جوه، التيفال الاصلي تمام. انا معاكم ان ده من هنا كده اللي هي الدهون اللي بتبقى ماسكه في الطاسه تمام. قالوا لك في التعليمات ايه، ان بص على التعليمات تاني. بصوا ان يجب تسخين الطاسه جيدا تمام، ثم رش عليها واسيبها قد ايه. مش قايلين ان انا اسيبها قد ايه. ثواني كده. اكيد يعني مجرد ان انا شايفه، بصوا انا شايفه ده يعني ده من وجهه نظري المتواضعه. انا شايفه ان لو ان اي حاجه تسخن على النار وتيجي ترش عليها منتج مذيب للدهون حتى لو كان كلور مخفف هيعمل معاكي اي نتيجه تمام كده. انا عن نفسي لا، انا سخنت الطاسه لدرجه كانت هتولع ورشيت عليها تاتش وعمل البخار والكلام ده كله. انا معرفتش اصوره لكم علشان انا بصور بايد واحده تمام. الطاسه من جوه انا بتاعتي نظيفه اساسا، ما يستحيل ان انا اعملها اقلي فيها وهي زي من بره كده، فاهمين قصدي. هتقول لي هي اللي عامله، اقول لكم لا والله انا بقالي كام يوم عشان بعمل تنظيفات رمضان كل سنه وانتم طيبين، ان انا ببقى بقلي فيها ولا حاجه اروح دلقه الزيت وبتاع دوت وببتدي ان انا كحتها وبالميه السخنه بالسكينه تمام. عملت فيها برضو كده. لا انتوا بكل بساطه واريحيه كده بييجوا للمنتج بيعملوه كده بالمناديل كمان بيعملوا كده. كل كميه الدهون السميكه من الزيت دي المفروض ان هي تطلع في المناديل. انا سخنت الطاسه وسبتها شويه وكحتها بالسلك والسكينه وما عملتش اي حاجه. انا شايفه اني ما عملتش اي حاجه، وعلشان ما نظلمش المنتج تاني اسيبه لتاني مره فرصه تمام كده. فعلشان ما نظلمش برضو المنتج تاني. وعلى فكرة خدوا مني كلمة ثقة، اي قناة صغيرة بتعمل اعلان على منتج انتوا كقنوات كبيرة بتعملوه وقلدتكم وجابته زي انا كده، خدوا الكلمة من ثقة من اللي يعني جايباه بفلوسها وتعبانة فيه والقرش واجعها بصراحه. يعني انا بصراحه صعبان عليا ال 125 جنيه على الفاضي، مش على البروباجندا اللي بيعملوها خالص على المنتج. انا بناشد كل القنوات مش متاكدين يا جماعه من المنتج ما تعملوش عليه اعلانات اللي هو تلموا مشاهدات وتلموا لايكات خالص. فعشان حرام الناس ممكن تقلدكم عمياني وتجيب المنتج ومش عارف ايه واو ومش عارف دي فلانه جابتها وعلانه جابتها وقناتها كبيره طب ماشي، ما بتسالوش نفسكم يا اللي انتوا بتروحوا تجيبوا المنتج عمياني زي انا كده زي حالاتي والكلام واخده من كلمه ثقه من قنوات كبيره ومن اعلانات على الفيسبوك والكلام ده كله. تسالوش نفسكم ما بيرجعوش لما بيجوا بقى يعملوا روتين تنظيفات ومش عارف ايه في المطبخ بيرجعوش يستعملوا المنتج ده تاني عشان بيبقى وقته وخلاص، الاعلان بيبقى فيديو وخلاص، فاهمين قصدي. فالاعلان خدوه مني انا ثقه كقناه ولا واخده من منتج تاتش ولا غيره ولا الكلام ده كله. المنتج لا فستك خالص، مش حلو خالص خالص خالص. وعلشان ما نظلمش برضو المنتج هحط الطاسه تاني على النار واسيبها لحد ما تولع وهرجع واقول لكم رايي فيه. بصوا كده يا حبايبي علشان برضو ان انا مظلمهوش. بصوا ولا عمل اي حاجه في البوتاجاز، يعني بصوا حاجه زي كده زي بقعه القهوه دي لسه عاملاه امبارح. انا كل ده سايباه من قيمه يومين 3 علشان ان انا اشوف بقى المنتج اللي انا دافعه فيه فلوس، فاهمين قصدي. بوظ لي عين البوتاجاز، خليها لي بصوا فيها النقط البيضاء اللي انتوا شايفينها دي، ولا عمل اي حاجه. العين سخنه جدا بصوا اهو
البوتاجاز سخن سخن والله. بصوا ايدي كمان باظت من السلكه والحاجات اللي انا عماله اعافر اطلعها. بصوا البوتاجاز ده اساسا مش حلو، ان انا يعني انا لو عامله لكم ريفيو عنه اقول لكم اوعوا تجيبوه. تمام كده اهو. اللي فيه بوظ لي بس المنظر العيون. انا مش اهو بصوا البقع البيضه دي كده اللي انا حاطه لكم عليها صوابعي، بصوا مش حلو خالص خالص. فحرام اي قناه. وهي بصوا طاسه سايباها اهي بتسخن على النار، وهي باين عليها ان هي سخنت جامد، لان بصوا عملت الابيض ده كده مولعه. تمام كده. فحرام يا جماعه، حرام بامانه الله ان انتوا تفضلوا تعملوا اعلانات على حاجه يعني مش حلوه. انتوا لو بفلوسكم مش هتجيبوها لو ان انتوا جربتوها للمره التانية. فارجوكم ارجوكم ارجوكم اي حد يعمل دعايه على اي حاجه يكون ان هو يتاكد من المنتج الاول علشان حرام الناس بتدفع فيه فلوس. بصوا كمان انا الدهون سايباها برضو على السيراميك، وانا بقصد على فكره علشان اجرب ايه اللي بيتكلموا عليه دوت، ايه تاتش، ايه الحاجه المهوله اللي احنا بنمسك بالسلكه بقى ونمسك وندعك وعينينا تطلع. قلت بسهوله بقى هدلق شويه ميه سخنه وايه وانزل بقى احط تاتش واسيبه شويه زي ما بعمل في باور والكلام ده كله، وادعك الاقي الدنيا تمام. لا مفيش عندي الكلام دوت. اهي العين دي ابسط حاجه اني انا بصوا مش عامله اي حاجه في الاستانلس اهي. بصوا الحرق زي ما هو اهو اهو مش بيطلع اهو. ومفيش بقول لكم دي بقعه قهوه ما طلعتهاش، العين سخنه جدا وساب لي تراصب حاجات بيضه ان هو بوظ لي المنظر عين البوتاجاز. تمام كده. بصوا التراصب اللي هي زي الملح كده لما ترش عليه وهو سخن، فمش حلو خالص. وهجرب برضو. بصوا العين دي برضو محروقه مني بسبب الزيت والاكل والكلام ده كله، ومش بمتلك بصراحه، عصب ايدي بيتعبني جدا، فبنقعه في ميه وخل وليمون والكلام والكربونات والكلام ده كله لو ما عنديش حاجات منظفات. فبشوفه ان هو يعني اكنه نضف عادي، مع انه الخلطه اللي انا بعملها ما بتسيبش تراصب على العيون البوتاجاز. فارجوكم يا جماعه بالله عليكم اللي مش واثق في المنتج ما يعملش عليه دعايه اللي هي بالاونطه، ان الناس بتدفع فلوس وبتبقى مكويه وتعبانه في الجنيه، تعبانه في الجنيه. اذا كانت الست اللي بتشتغل ولا الراجل اللي بيشتغل، البيت كله بيبقى تعبان في الجنيه ومحتاجه، مش ان انا بدفعه كده وخلاص. هتقولي لي ما انت دافعه 125 جنيه. فقلت لكم انا عايزه ان انا اجرب ايه القاهر للدهون اللي الدنيا كلها بتتكلم عليه دوت. فدي تجربه ومش هاخدها تاني بصراحه، حتى لو نضفها لي. كفايه ان انا حاولت مره واتنين وانتوا جايبين اساسا اعلاناته ان انتوا بمسحه بالمنديل بعد ما بترشوه لو الحاجه سخنه يا دوبك الماده بتبرد على البتاع، وان انتوا بتمسحوه بالمنديل بيتمسح. انا بقول لكم بالسكينه، انا هوريكم ايه اللي طالع من الله. بصوا ده اللي كحته بالسكينه وحياه ربنا. بصوا اهو السلك اهي تشهد، كل ده انا مكحته بالسكينه اهي. السكينه اهي السكينه بصوا اهي. فبصوا وسخ البتاع اهو، كل ده كده من اهو. بصوا الحاجات اللي انا مطلعاها بالسكينه والله من الطاسه من بره اللي وقعه. فمحدش يقول لي بالله عليكم حاجات كده تاني. اهو الطاسه بصوا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا مولعه ازاي اهو اهو اهو. حتى الدهون اللي على الايد البلاستيك مش شايلاه اهو. بصوا بيعمل لك البابلز ده كده وخلاص. بصوا بيوحي لك ان الدنيا ايه هيفورها، وهو ولا بيفور اي حاجه اهو. اتمنى ان انا الكلام اللي انا خدته عنه والفكره اللي انا خدته عنها ان هي تكون كده. انتوا عارفين كان في من فتره كده طويله كان حاجه اسمها لهلوبه، كنت ان انا بعملها كده بتطلع لي الحاجه بالسلكه، كانت بتخليها لي قشطه. بصوا وسخ لي كل البتاع. بصوا والفوطه بتاعه المطبخ ساعدتني. بصوا بوظت لي الدنيا كلها. فهشوف الدنيا فيها ايه وارجع له واقول لكم برده رايي ايه. حبايب قلبي بصوا انا بكحت بعد ان انا ما حطيتها وبرده لسه سخنه، واحط لكم تاني. بصوا بوظت لي الدنيا كلها. بصوا ولا عامل اي حاجه، لا بجد خساره ال 125 جنيه بامانه الله. وجع لي زوري ومش قادره اقول لكم انا تعبانه قد ايه اهو. بصوا على فكره بس كده اني انا يعني انا مكحتاها ولا بيطلع اي حاجه. بصوا اهو بالسكينه
السكينه اللي بيجيبوها يحطوا لك مناديل ويعملوا لك حاجات كده مهوله. لا بصوا، لا المنتج بصراحه يعني الله يسامحهم، الله يسامحهم شركه تاتش بامانه. بصراحه انا هعمل لكم فيديو يعني احس ان انا رديت ال 125 جنيه بتوعي. وادي يا حبايبي طبعا ده مش الحاجه النهائيه. انا خلاص كده هنقعهم في ميه سخنه وخل زي ما بعمل بالظبط وليمون، علشان بصوا التجير اللي فيه دوت. والله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بجد منتج يعني الله يسهل لهم اللي عملوه بامانه، او بيقنعوا الناس بيه وهو مش حلو. بصوا اللي بصوا 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 عمل فيه ايه. بصوا على فكره حد يقول لي انت مش شاطفه كويس، انا شاطفه كويس جدا جدا، وغسلاه كمان بالليفه الناعمه بعد ما صبنته، فانا مش راضيه عليه. ادي العين التانية اهي بعد كمان ما صبنتها. كنتوا انتوا شايفين اتساخات اكتر من كده كمان. بصوا لا مش عاجبني والله والله. بصوا ايدي وجعاني جدا من دعك السلكه، والسلكه دخلت في ضوافر كمان، فمش اللي هو يعني على الناعم كده وبشوش، لا. انا بصوا طبعا الازاز ده ما ينفعش البوتاجاز يسخن ورش عليه مباشره، كنت برش على الاستانلس من جوه والله، وانا وريته لكم وهو سخن. وخدت الحوامل دي وغسلتها. دي طبعا انا مكفناها بسبب ان انا ما بعملش بيها حاجه غير القهوه بحاجات بسيطه، وان انا بعملها بالمكنه مش بعملها على البوتاجاز، فقفلها بالشكل دوت. هو ال3 عيون بتوعي دول. بس بصراحه لا المنتج مش حلو.